هل التفكير في شخص وبدعي يكون من نصيبي ده زنا القلب؟ مفيش علاقة ولا تشات، بس بدعي ربنا بيه. أول مرة، وده سؤال من إنسانة صادقة، أول مرة أعرف إن الدعاء زنا. زنا القلب أدعي بحد؟ زنا القلب هو الاشتهاء الجنسي لمن لا يحل لي. فقال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان. فأنا ببص نظرة شهوانية على ست، فقلبي بيشتهيها وبيتخيلها، وده زنا القلب. العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يصدق ذلك أو يكذب، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني القلب بيتمنى، والفرج يعني الإنسان يزني أو يرتكب الفاحشة أو لا. فما فيش حاجة اسمها لا كده. واللي قال لك كده غلطان أيا كان. يعني سمعتي الكلام ده فين؟ ادعي. لكن نصيحة العلماء بلاش تدعي بحد باسمه. ليه؟ عشان ما تتعلقيش بالشخص ده، يطلع مش من نصيبك. قول يا رب ادعي بالخير، مش عشان حرام تدعي بيه، ادعي باللي انت عايزاه، بس قول يا رب قدر لي الخير احسن. عشان لو صاحبنا ده هو كان عريسك، نعمة، الخير جه. طب ما جاش، يبقى الخير ربنا صرف الشر وبعت الخير بحد تاني. لكن زنا القلب لا.